أهلا بيكم مع حلقة جديدة من تفكيك. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الانهيار الهادي بعد سقوط القناع، وقلنا إنه القناع لما يقع مش بيبان شخص، إنما بيبان سكون مربك. الناس فاكرة إنه اللي تحت القناع الحقيقة، نسخة صافية صادقة جميلة، بس الحقيقة أكبر من كده. اللي تحت القناع في الأول مش ذاتك، اللي تحت القناع فراغ لأنه القناع ما كانش كذبة، كان حل نفسي اتبنى بدري عشان تعرف تعيش وتعدي وتكمل. فلما الحل ده بيقع، اللي بيقع معاه مش بس الدور لكن الإحساس بالتماسك. أول حاجة بتختفي مش القوة ولا الثقة ولا الصورة، أول حاجة بتختفي هي الإحساس إنك تعرف أنت مين. وبتدخل في مرحلة غريبة، مش بتتصنع لكن مش حاسس إنك حقيقي، ولا بتمثل لكن مش عارف تتصرف. وهنا تبدأ المواجهة اللي مفيش حد بيتكلم عنها، إنه كتير من اللي كنا فاكرينه شخصيتنا كان في الحقيقة آلية نجاة. الهدوء كان كبت، والعقل كان سيطرة، والقوة كانت إنكار للتعب، والفهم كان طريقة عشان ما نطلبش. فلما كل ده يقع، مين اللي بيطلع طفل داخلي ما تشافش، بتطلع روح عمرها ما ارتاحت، بيطلع احتياج ما تلباش، وبيطلع خوف قديم من السقوط ومن إنه مفيش حد يشيلك لو بطلت تشيل نفسك. وده يا صديقي أكتر جزء صادم، إنك تكتشف إنك ما كنتش عايش، إنما كنت منشغل عن نفسك عشان ترضي الآخرين. الفراغ هنا مش إحساس بالعدم، الفراغ إحساس إنه مفيش دور تمسك فيه، ولا تعليمات، ولا حتى سيناريو بيسأل أضحك إمتى، أسكت إمتى، أتحمل ولا أطلب، وأهم سؤال، هل ينفع أكون محبوب وما تسبش؟ الفراغ ده بيكشف حاجة مؤلمة، إن الأمان اللي كنت حاسس بيه ما كانش أمان، كان تحكم في الصورة والانفعال وردود الفعل عشان ما تتوجعش. فلما التحكم بينهار، الوجع ما بيطلعش فورا، بيطلع فورا الفراغ، لأنك أصبحت فجأة من غير أدوات. وده أخطر شيء في الرحلة، مش لأنك ضعيف لكن لأنك مكشوف من غير ما تكون ثابت. وهنا يا صديقي بتلاقي نفسك في مفترق طريق، يا إما تلبس قناع أذكى وأنظف وأعمق وتكمل، يا إما تعمل وقفة وتعترف بحاجة صعبة، إنك محتاج أمان مش دور، محتاج ثبات مش إثبات. وعشان كده المرحلة اللي بعد الفراغ مش وعي ولا مواجهة ولا قرارات مصيرية، المرحلة اللي بعد الفراغ هي الأرض الثابتة. ودي أخطر لحظة، لما تكتشف إنك من غير القناع لسه محتاج تتعلم إزاي تطمن نفسك، لأنه اللي بيبان من بعد القناع ده فراغ، والفراغ ده لازم يتبني على أرض ثابتة. وفي الحلقة الجاية مش هخليك تسأل أنا مين، إنما هنجاوب على سؤال مهم جدا، إزاي أكون واقف من غير ما أرجع ألبس الوش اللي وجعني، إزاي أكون موجود من غير ما أبرر وجودي. حلقة مهمة هتكون عن الأمان الداخلي، عن الثبات، عن إنك لما تقف ما تقعش تاني. أشوفك الحلقة الجاية، وافتكر إن الفراغ مش اللي تحت القناع، إنما الفراغ هو المسافة بين اللي كنت مضطر تكونه واللي لسه ما تعلمتش تكونه. وما تنساش يا صديقي، شير للفيديو يمكن غيرك يستفيد. رمضانكم سعادة.